السلطه البيضه بالجبنه القريش. اشهر محلات الفول وطعميه بتعمل السلطه دي. طيب قطعه من الجبنه القريش، هنضيفها هنا في الكبه. ازاي بنعملها سلطه بيضه باللون الاخضر؟ كل ما هو اخضر متاح احنا بنستخدمه. طيب هنضيف عليها نص كوبايه من الحليب، ولو احتاجت طبعا هنضيف عليها تاني. نضيف معلقتين كبار من الزيت، 3 فصوص من الثوم، احنا عايزين ريحه بس للثوم. ده بقدونس، حوالي 10 عيدان من البقدونس نضيفهم كده، ودي كزبره، وده فلفل، واحده بارده وواحده سبايسي. وهنفرمهم بقى فرم ناعم جدا، وهنبدا نفرمهم لحد لما يبقى فرمهم ناعم جدا. هنشوف قوام الجبنه كويس جدا. طبعا بتتحكمي في الملح، على ملح الجبنه مظبوط ولا دلع، وبناء عليه بتبداي تجهزي او تضيفي الملح على حسب الجبنه. لكن لو الجبنه لو الجبنه ملحها مظبوط زي القطعه دي، خلاص انت مش بتضيفي اي حاجه، وبتكتفي بكل المكونات دي. بتدلع الجبنه، بتدلعها يعني بتخليها ملحها مظبوط. ريحه الكزبره والثوم والفلفل وهمه. اشهر محلات الفول والطعميه دي سلطه. لما بنجيب الفول والطعميه من محلات الفول والطعميه، عايزه اقول لك ان بتبقى طعمها وهمي ومغذيه ولذيذه ومختلفه، وتمشي مع الفطار، وتخلي طعم الفطار مميز جدا ومختلف. اتمنى تنوريني في القناه، اتمنى تشرفيني في القناه علشان تتعرفي معايا على اعاده تدوير اي اكل. ندور مع بعض الاكل، او هنغير مع بعض الاكل، او هندخل الاكل مع بعض بطرق مختلفه يطلع لنا اكلات تانية خالص.